يعني اعمل اللي عليا، وطبعا لما ايه بتلاقي فرحة الموضوع ده في عين باباك وعين مامتك وكده، فبت ايه الله، طب ده انا ده عاوزة اللي خلق الحافز افرحهم. الداخلي عند حضرتك. ليه حضرتك اخترت بترول مع ان ممكن مجال العمل لها بعد كده ممكن يبقى صعب؟ هو سابني ان انا اقرر، يعني انا قررت ان انا بحب الهندسة ورياضة 1 ورياضة 2 وكده. بعد كده وجا قال لي في مرة طب انت مش عايزة تدخلي طب؟ ممكن نبذة سريعة عن الخمس اقسام، ممكن اللي ما يعرفش عن الكلية او لسه في اعدادي بترول عايز يعرف عن الخمس اقسام. الله، ده هما بيقولوا قسم بترول ده اعلى قسم. الله، طب حلو، انا هدخل قسم بترول. برضو غالبا هي نقطة التحول ان بعد ما بابايا توفى بس حابب دون قسم تحيز لتكرير. بتروكيمياء، داخله في كل منتج من منتجات حياتنا. آه. فانت متخيل البترول ده اللي هو اصلا اساسه البتروكيمياء اختفى. طيب لو الطالب عنده شغف لمجال معين او لقسم معين من الاقسام، تمام. هل يقدم شغفه ده على سوق العمل اللي موجود او على الاختيارات اللي حضرتك قلتيها حسب سوق العمل، حسب تمام. الترند اللي موجود وسوق العمل، ولا يقدم تمام. شغفه اصلا؟ خلينا اقول ان انا أبقى اعمل حاجه حلوه انا بحبها، دي افضل حاجه. ان انت ممكن تعمل ميكس ما بين هندسه بترول وبروجرامينج وتعمل ليك لاين متميز في الموضوع. فطول ما البترول سعره غالي انا هقدر اطلعه بالطرق الغير تقليديه دي، هو بنسميها unconventional ways. بالعكس انا شفت بنات ناجحين سوق في العمل. في سوق العمل، وشركات بتطلبهم، مش مقفلين عليهم. تمام. بس بنت تكون شاطره. طيب عشان النقطة دي مهمة جدا جدا، يعني ممكن تبقى ده من النقط في البودكاست. اوكي. ازاي حضرتك حصلت على المنحة؟ هي ايه امبريال كوليدج دي اصلا؟ فاهمه؟ انا كنتش عارفاها. لندن فيها كل الجنسيات. في موقف كتير حصلت لي، الشنطه ضاعت ومفيش اي حاجه ومفيش حد ان انا يستلف منه فلوس ولا مفيش اي حاجه. ما يحسوش ان هم ندموا ان هم جابوا واحده ست عربيه هناك يصرفوا عليها. طيب ليه حضرتك ما كملتيش بعد الدكتوراه في الوطن العربي؟ اللي بيكون معاه دكتوراه من مكان زي انجلترا فبيبقى له فرصه كبيره ان هو يكمل في الوطن العربي. انا كنت مقتنعه ان هم هيوافقوا. طب هم هيوافقوا؟ طب انت جايبه الثقه منين ان هم هيتصلوا بيكي هيوافقوا؟ احنا هنا بنشتغل، يعني لما بنروح بره بنبدع صراحه. هو انا ممكن اقول لك ايه الفريم العام، لكن النقطه التخصصيه اللي انت هتشتغل فيها انت اللي هتختارها مش انا. لما بتحس ان الطلبه عندك بيقدروا اللي انت بتعمله. امتى الطالب يسجل ماجستير؟ وهل صح ان هو على طول بعد ما يخلص بكالوريوس يسجل ماجستير ولا يركز على سوق العمل؟ لانه دايما بتواجهنا الصعوبات والتحديات في طريقنا للوصول لهدفنا، عشان كده بنحتاج دايما حد ياخد بايدينا، حد يساعدنا، حد يكون سند لينا. عشان كده في كل مرة في بودكاست سند على قناة المعيد هنستضيف معاكم شخصية ناجحة قدرت تتغلب على الصعوبات والتحديات دي عشان تكون لينا بمثابة سند. معانا النهاردة في بودكاست سند قصة نجاح ورحلة كفاح، قصة نجاح علمية مميزة تكللت في دراسة الدكتوراه في واحدة من أفضل 10 جامعات على مستوى العالم، الإمبريال كوليدج في لندن في إنجلترا، وقبلها دراسة البكالوريوس والماجستير من كلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس. غير البوزيشن الكتيرة نرحب معانا بأستاذ مساعد بكلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس الدكتورة رحاب معتصم المغربي. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. يعني احنا ممكن الانترو صغيرة، فاحنا ممكن يعني نقول تعريف بسيط على حضرتك أو البوزيشن. الدكتورة بكالوريوس ماجستير من كلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس أو جامعة قناة السويس قبل ما تبقى جامعة السويس، والدكتوراه بعدها من إمبريال كوليدج في إنجلترا. ممكن البكالوريوس والماجستير كانوا في الهندسة الكيميائية، والدكتوراه كانت في هندسة البترول. هندسة بترول كان ممكن مجال مختلف هندسة شوية. كيميائية، هندسة تكرير بترول والبتروكيمياء. هندسة تكرير بترول وبعد كده وبعد كده البكالوريوس الدكتوراه كانت في هندسة البترول. لا أبحاث دكتورة لها العديد من الأبحاث العلمية في مجلات عالمية، وشاركت في كتاب دليلك للدراسات العلمية في الخارج من مؤسسة علماء مصر. دكتورة محاضر في الجامعة الأمريكية. الدكتورة لها أنشطة تانية غير الكلية زي تأسيس معمل الجرين كيمستري في الكلية كلية هندسة البترول، وتأسيس شابتر أيكي في الكلية. فنرحب بحضرتك يا دكتور، ونبدأ من البداية. أول ما نبدأ القصة خالص يعني حابين كلمة من حضرتك في بداية البودكاست. تحب الكلمة تبقى بخصوص ايه؟ حاجات كلمة زي ترحيب او كده. انا بص، هو يعني انا سعيدة ان انا موجودة معاك، و يعني دي حاجة أو شكرا ليك، وان شاء الله يبقى الطريق اللي انا مشيته يبقى يساعد اللي بعد، ان هم او الطلاب او اي حد عاوز يستفيد من العقبات او
الطريق اللي انا مشيته يعني هو ده يعني الغرض من البودكاست اكيد سند، يعني احنا اكيد القصه اللي حضرتك كان فيها صعوبات وتحديات كتيره، اكيد فاحنا عايزين الخبرات دي عشان زي ما قلنا نقصر المسافات على ناس كتير يعني. ما هي بالظبط. طيب في بدايه القصه خالص عايزين نعرف من البدايه يعني ازاي تكونت اصلا الشخصيه عند حضرتك لحب العلم؟ هل ده كان من الاسره، من البيئه، من كان ماما. في ازاي بقى؟ من ماما يعني كانت بتهتم بالمذاكره وان وغرست فيا ان انا ابقى شاطره، وان انا اعمل الواجب، وابقى دايما ايه ده انت عليكي واجب، عليكي حاجه، فدايما تزقني ان انا ابقى يعني اعمل اللي عليا وطبعا لما بتلاقي فرحه الموضوع ده في عين باباك وعين مامتك وكده، فبت ايه الله، طب ده انا ده عاوزه اللي خلق الحافز افرحه. الداخلي عند حضرتك. فده انا عاوزه افرحه، طب ما حلو، طب ما دي حاجه كويسه، بس لحد بقى ما بتبقى طبع تقريبا فيك يعني. طب اكيد كان برضو زي ما هم حبوا اللي هو يحب يعني غرس في حضرتك حب العلم، كان في مثلا كليه معينه يعني مش هدخل كليه هندسه او طب او كده ولا يعني كان هم نفسهم يشوفوا حضرتك في كليه معينه ولا بص كده؟ مش ما كانش فيه حاجه معينه، هو كان شاطره وخلاص يعني هندسه طب تمام يعني. حتى اللي انا كنت فاكراه كان مع والدي، هو سابني ان انا اقرر يعني. انا قررت ان انا بحب الهندسه ورياضه 1 ورياضه 2 وكده. بعد كده هو جه قال لي في مره طب انت مش عايزه تدخلي طب مجموعه، لان هي كانت مجموعه عندنا مجموعه شامله، او مجموعه او مجموعه رياضه او مجموعه علم علوم. فقال لي مش عايزه تدخلي طب تبقى في مجموعه شامله، فقلت له لا انا مش عارفه، مش حاسه ان انا هجيب درجات كويسه في البيولوجي. فقال لي طب خلاص تمام يعني شوفي اللي يعني انت تمام عاوزاه. يعني تساب الحريه لحضرتك، ما كانش فيه اصرار اه برضو على عكس ناس كتير لا اللي هو خالص، لا خالص طب يعني، وبالذات بيكون للبنات. للبنات طب. لا خالص، هو يعني تمام انت شاطره، مش شايفه هندسه، لان هندسه بالنسبه له برضو حاجه كويسه يعني، مش حاجه وحشه. طب طبعا ليه لازم حضرتك تكون هندسه كويسه. ليه حضرتك اخترتي بترول مع ان ممكن مجال العمل لها بعد كده ممكن يبقى صعب كالحصول على وظيفه، اوكي او ممكن صعب في طبيعه العمل بالنسبه للبنات يعني؟ تمام. فليه بص انا حضرتك ممكن اخترتي اقول بترول؟ لك اصل دي كانت حلم حياتي اه وكده، بس هي بص يعني هو السبب بسيط جدا، لان هي كانت قدام البيت بس بس. تمام. الدنيا بسيطه خالص. فهي هندسه بترول، انا ببقى طالعه في البلكونه بتاعه البيت عندنا، اه انا شايفه هندسه بترول قدامي. مم. فبما انك انت شاطره وجبتي مجموعها، فممكن تكون كان بابا لما مثلا بيعدي ويلاقي الطلبه هناك ممكن يكون كان نفسه ان انا ادخلها يعني. بس بالنسبه لي انا كشخص، هندسه بترول انا دخلتها عشان قدام البيت، ما تغتربش وما يبقاش فيه اغتراب واسافر وارجع وكده، لا. بالنسبه لدخول حضرتك قسم هندسه تكرير بترول، عايزين في البدايه بس ممكن حضرتك تقول لنا، طبعا الكليه بتتكون من 5 اقسام، فممكن نبذه سريعه عن ال5 اقسام، ممكن اللي ما يعرفش عن الكليه او لسه في اعدادي بترول عايز يعرف عن ال5 اقسام. تمام. الكليه عندنا زي ما انت قلت هي 5 اقسام. فاول قسم دايما بيقول قسم هندسه بترول، وبعدين القسم التاني هندسه تكرير البترول والبتروكيماويات، القسم الثالث هندسه الفلزات، القسم الرابع هندسه التعدين، والخامس هندسه الجيولوجيه. كل قسم وليه تخصص بتاعه، طبعا في تقاطع ما بين الاقسام. بس مثلا قسم بترول هيشتغل على بريمة البترول، انتاج البترول، الحفر، وان هي تطلع البترول نفسه اللي احنا هنستخدمه بعدين. بعد كده قسم هندسة تكرير البترول والبتروكيمياء، ان انت طلعت البترول، طيب انا عاوز اعالج البترول ده، عاوز احوله لمنتجات مفيدة، عاوز احوله لمنتجات بتروكيمياء، اللي انت اصلا البتروكيمياء دي بتقابلها في حياتك كلها يعني، سواء في العربية، في الكراسي اللي احنا قاعدين فيها، في كل حاجة، في المكتب، في كل حاجة في حياتنا هي منتجات بتروكيمياء. تالت قسم هو هندسة الفلزات، اللي هو بتعمل انسبكشنز مثلا، تفتيش هندسي، تتأكد ان المعدات دي سليمة، تعمل تشتغلوا في الحديد والصلب. برضو يعني ايه ده الفريم العام لقسم فلزات. قسم تعدين بيبقى هعمل المناجم، يعني بيشتغل في المناجم، يطلع المعادن المهمة، ممكن الذهب، الفوسفات، whatever بقى، معادن كتير ليها علاقة انت بتجيبها من خلال المناجم اللي في الارض. تمام. والجيولوجيا دراسة الصخور يعني، طيب. يعني في العموم يعني ده طيب حاجة شاملة كده لأقسام الكلية. لما انت بتبقى داخل في اعدادي ما بتبقاش عارف قوي اقسام الكليه. بس بالنسبه لي اعدادي كانت تجربه،
يعني انا ما كنتش عارفه اي حاجه عن اقسام الكليه. انا داخلها زي ما قلت لك ان الكليه جنب جنب بيتنا. البيت. يعني انا ما اعرفش اي قسم ولا قسم ايه ولا اي حاجه. بس الله، ده هما بيقولوا قسم بترول ده اعلى قسم. الله، طب حلو، انا هدخل قسم بترول. ماشي. بعد كده بما اني شاطره بقى وبتاع ومجتهده وكده، فبعدين تكتشف ان قسم بترول ده ما كانوا بيتقولوا ان هو ما فيش بنات تدخله. قسم هندسه بترول لا ما فيش بنات. طب الحل ايه؟ ان احنا نعمل الموضوع ده نتحل. لا خلاص، ان مفيش بنات. طب تقدموا طلب، لا على ايه؟ طب ما فيش شغل. فخلاص خلينا في قسم تكرير. فانا في اعدادي طلعت ال 13 على الدفعه، يعني كان ليا قسم بترول عادي جدا ان انا ادخله، بس بما ان هو مش مسموح للبنات فدخلت قسم تكرير. لما دخلت قسم تكرير خلاص انا يعني عادي بذاكر زي ثانويه عامه. فلقيت نفسي طالعه الاولى او الثانيه، مش فاكره، تقريبا الثانيه. ايه ده الله، ده انا ممكن، ده انا شاطره يعني انا ممكن معيده. فتقريبا بقى انا خليت طموح بابايا ان هو ايه، طب انا عاوزك طب ما عايزك تبقي معيده في الكليه. يعني الاول انا عايزه هندسه بترول، وبعدين انا عايزك تبقى معيده في الكليه. طب خلاص، طب ما ابقى معيده في الكليه، طب ما اذاكر واجيب وابقى اطلع الاولى الثانيه وكده وقد حدث. يعني ممكن الرؤيه وضحت بعد دخول القسم، يعني ما كانتش تكون الرؤيه واضحه من قبل الكليه اصلا؟ انا الرؤيه واضحه ان انا ابقى ايه طريق، مش ما كنتش بحدد طريقي. هو انا ماشيه وخلاص، يعني انا مش عشان بس ما يبقاش الموضوع مش يعني دلوقتي بحاول احدد وابقى عارفه الخطوه الجايه بتاعتي ايه وكده. لكن وانا في السن ده لا، هو كان اكتر حاجه، كان هدفي كان اكتر مايل لتحقيق حلم بابايا. تمام. يعني انا بابايا عاوزني مثلا اخلص الماجستير بسرعه. خلاص هخلص الماجستير بسرعه. عاوزني احضر الدكتوراه. طب ما خلاص احضر الدكتوراه. فاهم قصدي؟ ما كانش طبعا الدنيا ماشيه والامور تمام. يعني هو دايما بقول ان هو نقطه التحول ان هو السفر بره والرجوع، بس برضو غالبا هي نقطه التحول ان بعد ما بابايا توفى، اللي هو الله يرحمه يعني، فاللي هو ايه، هو انا هعمل ايه بعد كده؟ يعني انا كنت بعيشه في حياتي بحقق الحاجات اللي هو نفسه يشوفها فيا، وبعدين قصدي فهي دي بقى كانت نقطه. طب هو نوصل هنا للسؤال اللي هو هل اختيار القسم بيكون على حسب ايه؟ يعني هل الطلبه مثلا داخله في الاول في اعدادي، هل يعني ممكن يبقى عنده تشتت اصلا يعني؟ بص، هو على حسب المجال لو دلوقتي لو انا دلوقتي كدكتوره مثلا في الجامعه وهنصح حد ان هو يدخل انهي قسم او كده، يعني دايما بحب بدون تحيز لتكرير. ما هو تكرير وبتروكيمياء دلوقتي وبعد كده اللي بعده على طول هو واحد بدون تحيز واكيد عشان بترول. اسباب منطقيه. اسباب اللي هو فرص الشغل متاحه اكتر. ستيل بترول مش هيخلص، يعني هم اصلا فعلا يعني الكلام ان هو البترول هيخلص واحنا مش هنلاقي بترول ننتجه كده. يعني اصلا التفكير في الموضوع ده موضوع كارثه. يعني انا مش يعني الواحد ما ينفعش يفكر فيه. يعني انت زي ما بقولك هو البتروكيمياء داخله في كل منتج من منتجات حياتنا. فانت متخيل البترول ده اللي هو اصلا اساسه البتروكيمياء اختفى، تمام؟ هتعمل ايه؟ مفيش عربيه، مفيش كرسي، مفيش علميا لا، في احتياطي للبترول وفي طرق كتيره لانتاج البترول. ففكره البترول ان هو يخلص او ما يخلص دي مش ما ينفعش ان انت يعني ما ينفعش تفكر فيها يعني. ماشي. فقسم ايه اللي انا هختاره؟ اول حاجه قسم هندسه تكرير بترول وبتروكيمياء، وتاني قسم على طول بترول. طيب لو الطالب عنده شغف لمجال معين او لقسم معين من الاقسام، تمام، هل يقدم شغفه ده على سوق العمل اللي موجود او على الاختيارات اللي حضرتك قلتيها حسب سوق العمل، حسب تمام. الترند اللي موجود وسوق العمل، ولا يقدم تمام. شغفه اصلا؟ طيب خلينا اقول ان انا اعمل حاجه حلوه انا بحبها، دي افضل حاجه. تمام. بس لازم اكون انا متحمل تبعات القرار ده. تمام. ممتاز. فلو انا هتحمل تبعات القرار ده، سواء ان انا عرفت اشتغل او ما عرفتش اشتغل، فسجو اون وحقق الشغف بتاعك. تمام. لكن لو مش قادر تتحمل تبعات القرار، فخليك شخص نمطي واختار اللي هو سوق العمل ماشي لي. ساعات بيبقى المجال، يعني ما اقدرش مثلا اقول ايه سوق العمل بتاع البترول كله مقفول، او سوق العمل بتاع عمارة كله مقفول. كل مجال وفي تخصصات كويسة ومفتوحة وفي تخصصات مقفولة شوية. فلو في المجمل انا همشي ورا الحاجة اللي انا بحبها، فده افضل حاجة. بس لازم اكون عارف انا بختار ازاي. هو اضافه على كلام حضرتك، هو في كل الاحوال يعني اعتقد يعني في كل الاحوال هيلاقي تحديات، بس لما يبقى مختار بنفسه وشغفه
لما يلاقي تحديات هو هيكون عنده اللي هو القدره، او خلاص هيجبر نفسه لازم اتغلب عليها لان انا اللي مختار بنفسي. بص، هو الفكر ده انا بحققه شويه مع يعني على ما اظن يعني الا هو اكيد مع اولادي اكيد هم ليهم نظره مختلفه، يعني ممكن اكتشف ان هو حاجه مختلفه تماما هم شايفيني بنظره مختلفه. بس بحاول ان ما اجبرهمش على حاجه. يعني انت مثلا عاوز مثلا تدخل طب، عاوز تدخل هندسه، ما انا لو اجبرتك ان انت تدخل هندسه وانت اصلا ما بتحبش الرياضه فانا عقدتك. تمام. فلو انت عاوز تدخل طب تمام، بس انت متحمل تبعات القرار بتاعك ده. خلاص يعني لو دخلت طب وما حققتش فانت عارف الاوبشن التاني بتاعك انك تدخل بقى تجاره يعني، او يعني وات ايفر بقى تروح خلاص يعني انت عندك الاوبشن ده. طيب يا دكتوره، هل الحساب اللي حضرتك قلتيه من شويه وده على فكره مش معنى ان تجاره وحشه عشان برضو اقول بالعكس. يعني ده هو الجزء بتاع البيزنس ادمنستريشن وكده، هو اصلا تجاره يعني. هو ده مينلي التخصص بتاع تجاره كان بيزنس ادمنستريشن. فدلوقتي المجال بيزنس ادمنستريشن كتير جدا. طب بالنسبه للسؤال ده دكتوره، هل حضرتك ترجحي للطلبه يعني ممكن على انه يدخل هندسه او طب زي ما الناس مثلا على كليات قمه وكده، على انه يدخل مثلا حاجات زي ممكن تجاره، ممكن برمجه، ممكن يتعلم الحاجات الكتيره اللي طالعه في العصر ده، على انه يدخل هندسه وطب؟ يعني ممكن لان طلبه ممكن بتقارن ممكن بالعائد المادي او بالراتب الشهري زي ما نقول بعد كده، ممكن في الحاجات ديت مثلا زي البرمجه او الديجيتال ماركتينج او غيره. تمام. ممكن بيجيبها رواتب كويسه جدا، ممكن هو شغال، ممكن مش شغل مجهد زي هندسه او طب. فحضرتك بترجحي لو هو عنده شغف في الحاجه دي ما يدخلش هندسه وطب ويدخل المجالات دي اصلا؟ لو هو فاهم هو داخل وبيختار ايه، فعارف الستيب اللي بعد كده ايه، يدخل اللي هو عاوزه. تمام. لكن هو لو داخل عشان اصل ده اقصر طريق، اصل ده لا مش بس فلوس، ما هو اكيد هو انت عاوز ما انت لما هتدخل طب برضه عاوز فلوس كتير، ما تدخل بزنس عاوز فلوس. فلو انا داخل اصل هو ده 3 سنين وهخلص، اصل 4 سنين، اصل المذاكره مش، فانا مش داخل شخص نمطي تماما. فلو هو نمطي يبقى يعني انا رايي هندسه. وعلى ذكر كلام حضرتك، انا يعني اعرف طلبه دخلت هندسه بترول، وممكن عشان الترند وعشان الاسم طبعا، واكيد في كليات تانية برضو عشان الاسم، مش هندسه بترول بس بعد كده بيوصل انه بيحاول من الكليه، بيوصل في الاخر هو بيندم ان هو الحاجه اللي كان فعلا عنده شغف. يعني انا اعرف ناس كانت شاطره جدا في البروجرامينج وكده، دخل هندسه بترول فاضطر ان هو ال5 سنين يتعازل عن البروجرامينج اصلا، فممكن نسى ويعتبر خسر شوط كبير في حياته كان اكيد هيفيده اكتر من كده. والله بص، هو فكره هندسه ان انت مثلا خدت هندسه بترول وبعدين حولت للبروجرامينج، فدي مفيش مشكله فيها، لان انت ممكن تعمل ميكس ما بين هندسه بترول وبروجرامينج وتعمل ليك لاين متميز في الموضوع. تمام. يعني فكره ان انا شغفي في بروجرامينج فانا ما دخلتش بروجرامينج عشان لا، ففي تخصصات انت ممكن تكتسبها وتتعلمها، لان الهندسه تقريبا بتحطك على الطريق. ماشي. فانت ممكن تتعلمها، وبالعكس انت ممكن لو انت شخص مش نمطي هتعمل ميكس وهتعمل هيبقى ليك حاجه مميزه. ممكن هيأثر في واحد من الاثنين على حساب التاني؟ ما اعتقدش. لا لان هو ده اصلا انت ده حياتك دلوقتي. يعني حياتك ان انا كطالب انا حياتي ان انا اذاكر. اذاكر مش بس برضو يعني ايه اذاكر شويه واخرج مثلا شويه ارفه عن نفسي شويه، بس يعني هو ده ايه شغلك في الحياه ان انت هتذاكر. هندسه بترول مش الشخص بقى، مش الحاجه اللي هي زمان يعني الكلام ده زمان على ايام مثلا ان هو ايه محتاج تقفل الكتب بقى عشان تاخد جيد جدا وحاجات كده. لكن دلوقتي لا، مش لازم طب على ذكر هل حضرتك مع الطلبه ممكن في الكليه وفي هندسه بيشتغل بجنب الكليه بغض النظر عن اي شغل؟ فهل حضرتك تأيدي كده ولا؟ طبعا يعني اصلا انا بزق ابني عشان يعمل كده. يعني بتخيل الطلاب اولادي على فكره، يعني انا بفكر طب لو انا عملت كده مع ابني، طب لو ابني انا عايزه كده، عايز بنتي كمان عايزاها تشتغل وعشان هيعرفوا قيمة الموضوع، يتعلموا ويقابلوا الحياة العملية اللي هم لما يتخرجوا هيقابلوها. فكأنها تجربة مسموح فيها بغلط كبير، فانت اتعلم واغلط عشان لما تتخرج تبقى فاهم انت هتمشي ازاي. ده قبل ما نختم النقطة دي، حضرتك قلت برضه نقطة، مجال بترول صعب ان هو يتقفل او خلاص اللي هو ميبقاش فيه بترول اصلا. فهل ده صعب بسبب ظهور مصادر جديدة وحتى رؤية مصر 2030 والطاقة المتجددة
وظهور مصادر جديده للطاقه المتجدده. فحضرتك برضو في اسباب ممكن توضحيها اكتر اللي هو ليه اللي مش يعني مش الحاجات التانية ديت، وطبعا توجه العالم اللي هو الحفاظ على المناخ والانبعاثات، فهل مجال البترول اصلا ممكن يقل والمصادر دي تحل مكانه؟ تمام. بص، هو الفكرة على تبعية الاعتماد على البترول. أكيد أنت عارف يعني البترول عندي مثلا بستخدمه في إيه؟ بستخدمه في حاجتين، في إن أنا أمشي العربية وأخد طاقة منه، إن أنا أسخن، إن أنا زي بقولك العربية أو مصانع كوقود. كوقود أو ده حاجة. تمام. وده ممكن عادي الطاقة المتجددة تستبدلها. تمام. والحاجة التانية إن أنا ممكن أعمل منه منتجات بتروكيمياء. فانت بتروكيمياء هتعمل ازاي منتج من طاقه متجدده؟ مش هتعرف. فاهم قصدي؟ فده لو ده انا هفترض ان انت يعني ايه، ان انا بقول خلص، فانا هعرف ازاي يعني. ده الطريقين. في حاجات تانية، طرق تانية للاستكشاف، وبتخلي المصادر الاحتياطي بتاع البترول المتاح كبير. العادي ان انت بتحفر بير بترول فيبقى في زي ناتشورال درايف كده، اللي هو البترول بيطلع لوحده بالضغط اللي موجود بالميه بالاكوافير اللي تحت وكده. خلينا مش عايزه اقول كل مصطلحات كبيره، مصطلحات متخصصه جامد يعني. فالمهم العادي اللي هو الطريقه السهله ان انا اطلع البترول. لكن في انواع تانية من البترول دلوقتي ممكن بنطلعها، يعني مثلا زي الشال اويل اللي هو البترول الحفري اللي هو موجود في امريكا، في شال جاز اللي هو كان اللي هو اساس اصلا امريكا من انتاجها من الغاز كان قليل. سبب اللي هو بيقولك ايه، شال بوم، اللي هو انطلاقه كبيره للغاز في امريكا. ازاي الانطلاقه دي؟ نتيجه الغاز الحفري اللي هو موجود في مسام صغيره جدا. فخلاصه الموضوع ان في طرق كتيره موجوده لانتاج البترول، بس الطرق دي غاليه. فطول ما البترول سعره غالي انا هقدر اطلعه بالطرق الغير تقليديه دي، هو بنسميها unconventional ways. يعني فطرق غير تقليديه. فطول ما البترول غالي انا بعرف اطلع بالطرق التقليديه. اول ما سعر البترول هيقل هيبقى غير اقتصادي للطرق الغير يعني تقليديه. يعني اختصارا الطاقه المتجدده كده مش هتستبدل البترول كليا يعني. انا اعتقادي دلوقتي يعني مش على المستقبل القريب خالص يعني. لا مش هيقدر. الطلبه اللي عايز تدخلوا الكليه الفتره دي عادي يدخلوا. طيب نيجي لمرحله تانية اللي هو تعيين حضرتك كمعيده في الكليه. هل حضرتك كنت مخططه كده اصلا تعين كمعيده ولا هي جت؟ ما انا قلت لك ان انا بس زي ما بقول لك انا بحقق حلم والدي يعني. فاهم يعني؟ معيده حلو الله، طلعت الاولى. طب يعني عارف اللي هو بتبقى لما بتبقى متعود ان انت شاطر مثلا، فانت تعمل الواجب، فانت مطلوب منك تبقى الاول، فدايما بتحسس ان هو ده الهدف بتاعي، ان انا ابقى الاولى، فهو ده الهدف. طب ما بعد الاولى، طب انا عايزه ابقى معيد، فده الهدف. فاهم؟ فانت بتبقى فكره ان انت تبقى شاطر وتبقى في عين الناس شاطر وحاجات كده ساعات مش دايما دي صح على فكره. مش قصدي ان هي دي صح، بس هي دي بتبقى طبيعتك، اتربيت على كده فتعودت على كده فبتحققها بقى. طيب دكتوره، من وجهه نظر حضرتك هل لو حد جاي له تعيين في الكليه كمعيد، هل يكمل في التراك ده ولا الافضل يشتغل في سوق العمل؟ وهل بتختلف برضو بالنسبه لمهندس او مهندسه، يعني ولد او بنت؟ طيب هو حاليا اللي انا شايفاه ومن التجارب اللي انا شفتها ان الافضل، وده اللي بيحصل بره على فكره، ان الافضل بعد ما تتخرج ان انت تروح تشتغل في شركه بره، تروح تشتغل حتى لو كان التارجت بتاعك ان انت تبقى معيد او تتعين في جامعه يعني. فالافضل ان انت تاخد الخبره العمليه على الاقل مثلا 2-3 خلاص انت خدتها عندك بقى، خلاص انت جربت الطريق بتاع التكنيكال ان انت الصناعه، وان انت تبقى الفنيات دي، وشفتها وشفت المرتب ازاي، وشفت البروجرس في التطور بتاعك هيبقى ازاي في الكارير ده. وعندك بقى ساعتها ايه، هيبقى اتجاه بقى جامعات خاصه الصراحه. فهيبقى ارجع اشتغل في الجامعه او اكمل في الطريق بتاعي. فحاليا ان هو الافضل الطريق يعني السوق العملي. في سوق العمل دلوقتي ان هو الافضل، لان المجال نفسه التخصص نفسه بتاع هندسه بترول، الفرص الشغل في الجامعات قليله، لكن في نفس الوقت فرص الشغل في الشركات اكتر كتير. طب بالنسبه لولد او بنت ومش فارقه. لا انا يعني ممكن مثلا من قبل كده كنت ممكن اقول لك تفرق، لكن دلوقتي لا مش فارقه. بالعكس انا شفت بنات ناجحين في سوق العمل وشركات بتطلبهم، مش مقفلين عليهم.
تمام. بس بنت تكون شاطره. يعني في بنات اللي هو ايه، انا هقعد مش هتحرك، انا عاوز اقعد في مكتب. لا سوق العمل مش عاوز دي خالص، مش عاوز خالص بالطريقه دي. لا انا عايز حد نشيط واكتف، وهو يستوعب ان انت نشيطه واكتف وهياخدك. تمام. ده اللي شفتهم. طب بالنسبه للمعيد تاني، هل الشرط الكافي والوحيد ان هو يتعين كمعيد ان هو طلع الاول؟ يعني انا اعرف تجارب لناس ممكن ما شاء الله طالعين الاول، بس هو ما عندوش طاقه ان هو يعني ما عندوش القابليه ان هو يوصل معلومه للطلبه. في حين ممكن في ناس تقديره ممكن قليل بس عندهم قدره يعني جميله جدا وغريبه جدا ان هو يوصل المعلومه للطلبه. فهل ده من وجهه نظر حضرتك الشرط الكافي ان هو يكون طلع الاول في تعيين معيد؟ هو الفكره ان انت مش بالشرط هو دي قانون. فالقانون بيقول ايه؟ ان هو اللي جايب درجه عاليه هو اللي هيتعين. بتعرف تشرح ما بتعرفش تشرح، فهو ده الرولز اللي هي ماشيه. طب لو انا بقى قلت الكلام ده في جامعه خاصه، فجامعه خاصه لا، ما بيبقاش اللي هو اشطر واحد واعلى واحد في الدرجات هو اللي بيتعين. لا، هو النشيط هو اللي هيتعين. تمام. يعني في الجامعات الخاصه هيقبلك لو انت بتشتغل، سنك صغير وبتشتغل وعندك استعداد تشتغل، مش عاوز تقعد في البيت وتقعد تنزل يوم او كده. لا، انت عاوز تنزل كتير وعندك طاقه للشغل، فاحتمال كبير قوي ان انت تلاقي طريق في الجامعه الخاصه. تمام جدا. يعني فهي فكره ان انا شاطر وان انا مش شاطر، دي حاكمها القوانين بتاع اللي هو قانون تنظيم الجامعات. انما بره كده المفروض يبقى عنده القدره على توصيل لكن بره مش بس القدره، مجتهد. ما هو انت ممكن تكون مجتهد ان انت غالبا هتشتغل باحث، انت عاوزك تحضر ماجستير، تعمل ابحاث يعني ماجستير ودكتوراه، فده ده كريدت ليك. لكن ان انا اشرح وان انا بيرفكت شرح مش مطلوب قوي. بس الا بقى في تقييمات الطلاب. يعني لو قلنا الجامعات الخاصه نفسها بتعمل الطلاب بيعملوا تقييمات، فلو انت ما بتشرحش قوي الطلاب هيعملوا تقييمات مش هيجيبوك. فهي دي الفكره. طيب نيجي لموضوع تاني اللي هو السفر الخارجي بقى والدكتوراه من انجلترا. طيب ازاي جت فكره السفر اصلا بره مصر؟ هل كان في خطوات حضرتك للمنحه اصلا؟ طبعا اكيد. فهي الفكره جت من ايه؟ ان انت في مشاكل، بعض المشاكل بتقابلها في الطريق، وبعدين بتقول ايه، طب انا عايزه اجرب حاجه جديده. يعني طب ما فكره جديده، ما اروح بره واشوف الماجستير الدكتوراه بره، اتعلم حاجات جديده. فده كان الهدف اصلا منها. يعني ده كان الدرايف الاول ليه، يعني الدافع الاول ليه ان انا اسافر بره، او عايزه افكر بره، ان عايزه حاجه جديده، عايزه اتعلم حاجه، عايزه اشوف الدنيا بتبقى ماشيه ازاي في الماجستير وفي الدكتوراه بره. يعني انا شفت مصر، لا انا عايزه احقق حاجه. تمام. فده كان الاول، يعني الدافع الاولاني. بعد كده تبدا تدور كتير. انا بقول يعني طيب عشان النقطه دي مهمه جدا جدا، يعني ممكن تبقى ده من النقط في البودكاست. ازاي حضرتك حصلت على المنحه؟ تبس سريعه ممكن. انا كنت بقعد تقريبا 1.5 سنة المينيمم يعني. ماشي. بقدم على منح كتير في كل دولة في العالم. يعني في اي مكان في العالم كنت ببقى قدامي منح انا بقدم عليها. تمام. خلاص انا خدت القرار ان انا عايزه اسافر. ماشي. فبتقدم، لان انت مش هتسافر بفلوسك، انت مش التكاليف غالية جدا، فعاوز منحة وحد يعملك سبونسر ان انت تسافر. مش حد، هو بيبقى جامعه يعني الجامعه هناك. بالظبط. بتدخل على النت وتدور على مواقع على النت، وتدور على في المانيا، في هولندا، في امريكا، في انجلترا، في حتت كتير جدا. بتقعد تدور كتير لحد ما في موقع معين ممكن تقول لحضرتك؟ والله بس انا فاكراه كنت اللي في انجلترا اللي قدمت فيه او اللي لقيت المنحه اللي انا سافرت عليها دي كان jobs.ac.uk. jobs.ac.uk ممكن ما نحطه في الكومنت. تمام. يعني لكن اللي انا كان برضو في حاجة تانية في ألمانيا او في هولندا بموقع برضو زي ده، بس انا مش فاكراه. فهو اكيد بيبقى في موقع للمنح لكل في دول بيبقى معروف منها مشهور موقع معين بيقدموا فيه. مش بس كمان المواقع، انا كنت بدخل على الجامعة نفسها اشوف التخصص نفسه واشوف اعلانات الجامعة نفسها. فهو كان خلاص انا هسافر. يعني اسافر.
طب يعني هي الموضوع فعلا ممكن يبقى عايز بحث والواحد يكرس وقت اللي هو يعمل حاجه اه سنه ونص تقريبا. وبتبقى خلاص انت عارف الايميل هو ايه. مم. we are ايه كام ريجكشن بقى. او كام كتير جدا. هو بيبقى we are sorry to inform you اه that او unfortunately you didn't كذا get كذا كتير يعني ريجكشنز او كتير. انت يعني هو انت بتقرا الباراجراف الاولاني هو اه بيشكر خلاص. فيك في الاول وبعدين انت بتسكاب بقى كل الحاجات دي وتنزل للاخر عشان تقول unfortunately there is not you are rejected يعني فانت يعني محدش بتدور يصدم عليها. اما يشوف الريجكشن الكتير لا يكمل اكيد. لما بشوف شو كانت بتجيلي بالجوابات يعني كان زمان هنتكلم في 2009 يعني حاجة مش قادرة اقول بعيدة مش قادرة اقول بعيدة. ففي 2009 كان النت ماشي موجود شوية وفي يعني مش شوية موجود منتشر برضو بس كان مينلي جوابات بتوصل للجامعة بجواب مش فكرة الايميل ده ما كانش منتشرة كتير. فكانت بتجيلي جوابات كتيرة يعني تبقى فرحان بقى الجواب بس ريجكشن. طب كان انجلترا حضرتك اخترتيها ولا حسب اللي جت يعني هي اللي جت. انا اقول لك هضحك عليك واقول لك اخترتها في كذا جامعة ومنها جت انجلترا. ايوه هي جت يعني حتى يعني هو كده في ساعات لقطات في حياتك بتبقى فاكرها. فلقطت اللي هو ايه وانا فاتحه الموقع بتاع الجامعه دي وهم طالبين CO2 storage جوه الصخور ومش عارفه ايه. طب ده يعني تخصص بعيد شويه مش يعني ايه مش اللي هو الحاجه اللي انت عارفها كومن. لا او مش انت يعني انت عندك البيز بتاعتها هتعرف تمشي فيها بس طب انا عاوزه حاجه ليها علاقه حاجه تانية مختلفه مش ده. طب اقدم طب ما اقدمش هي ايه امبريال كوليدج دي اصلا فاهمه انا كنتش عارفاها. فطب ما اقدم مش هخسر قدمت بجد الحمد لله. طب اكبر تحدي الدكتوراه واجهتيه هناك او ممكن يقابله طالب الماجستير والدكتوراه في انجلترا او في بس هو في حاجات كتير يعني في فكرة ان انت تتعود على ثقافات مختلفة بحياة لان هي كانت لندن فيها كل الجنسيات كل الاديان اللي انت ممكن تقابلها. فالفكرة نفسها فكرة قوية يعني. هو برضو الصراحة هو هيثم بيشغل يعني يعني هيثم زوجي يعني هو بيشجعني بس يعني ايه اللي هو فكرة قوية اصلا ان انت تسيب كل حاجة وتروح احنا الاثنين حياة جديدة مش عارفين حد. فده تحدي جامد جدا بكل المواقف بقى اللي حصلت يعني في مواقف كتير حصلت لي الشنطة ضاعت ومفيش اي حاجة ومفيش حد ان انا يستلف منه فلوس ولا فيش اي حاجة. شنطة قاعدة مستنية بس لحد ما يجي من زوجي من الشغل عشان يفتح لي الباب. فيعني فده كان بحاجات كتير مواقف كتير بتحصل. هي طبعا بتغير شخصيتك بترسم شخصيتك فتحدي. بس خلينا اقول حاجه كان لما انا رحت هناك كان هدفي اساسي ان هو ايه ما يحسوش ان هم ندموا ان هم جابوا واحده ست عربيه هناك يصرفوا عليها. ما كانش ضغط زياده ده على حضرتك. بس هو ده كان الفكره ان هو لا انا معايا اولادي كنت ساعتها ندى ويوسف كانوا صغيرين يعني ندى كانت عندها 2 سنين تقريبا او 3 سنين ويوسف عنده 6 كان صعب برضه. فيعني ان انت عاوز ما يبقاش ندمان ان هو جابني وجاب واعمل زي ايه بصمه كده ان هو لو جايت واحده تانية ست تقدم هيقبلها عشان هو فاكر الاكزامبل عملت اعتبار للي جاي بعد كده علشان لما يجي لما جه الاكزامبل ده والحمد لله هو لحد دلوقتي فاكرني يعني لحد دلوقتي في كونتاكت معاهم وهو فاكرني. ولما بيروح حد يدرس هناك هو بيقول لهم دي اللي كانت موجوده عندكم رحاب ومش عارفه ايه وبيشكروا فيه. فالبصمه دي موجوده بكل تفاصيلها. وكمان لما خلصت عرض عليا ان انا اكمل. ده اللي كنا نقوله بقى يعني ليه حضرتك ما كملتيش في انجلترا بعدها او ما كملتيش في مكان تاني؟ هو صراحه هو عرض عليا ان انا اكمل بس كان ساعتها بقى بيبقى في قرار خلاص هو زوجي قال احنا عايزين نرجع. فكان بيبقى في قرار بقى ان انا اكمل مع الاولاد ولا ان انا اقول لهم بقى لا خلاص مش عاوزه اشوفكم تاني. فده كان قرار ان انا رجعت. طيب ليه حضرتك ما كملتيش بعد الدكتوراه في الوطن العربي اللي بيكون معاه دكتوراه من مكان زي انجلترا فبيبقى له فرصه كبيره ان هو يكمل في الوطن العربي؟ انا كنت يعني قدمت هنا في مصر في جامعات خاصه تمام
يعني كان في دماغي ان ما انا اصلا زوجي رجعني يعني فاهم، انا رجعت معاه مصر. لهنا لمصر. ففكره الوطن العربي اول ما رجعت قعدت شويه، وبعدين بدات قدمت في تقريبا في مكانين 3 مش كتير. فمنها جت البترول، جت جامعه في الوطن العربي. كانت مؤسسه. المهم يعني لما كلمتهم ان انا عايزه ابقى دكتوره، ادرس هناك دكتوره. قالوا لي لا تعالي باحثه. فقلت لهم لا انا عايزه ادرس. تمام. او بترول، انا هدرس بترول. طب بصي احنا والله بصي انا كل ما افتكر ان هما بيقولوا طب احنا هنجيبك وتبصي على المعامل وهتعجبك ماشي. قلت لا انا عايزه ادرس بترول، عايزه ادرس. طب انت هتدخلي تدرسي مثلا ماده ولا حاجه؟ لا انا مش هروح ريسيرشر، انا هروح اسيستنت بروفيسور. فده يعني لو هتعلم من الموضوع تاني لازم تبقى عارف انت فين وتبقى مرن يعني تبقى مرن. تمام. وده حاجه اتعلمتها بالهارد واي. يعني لو حضرتك رحتي كباحثه ممكن بعدها كنت تبقي بالظبط. ان انت لو انا رحت كباحثه ده، وهو الفكره ان انت الفرص دي بتجيلك مره واحده ممكن ما بتبقاش سهله كده ان هي تيجي. فدي حاجه من الحاجات اللي هي ايه، ان انا كنت مقتنعه ان هم هيوافقوا. طب هم هيوافقوا؟ طب انت جايبه الثقه منين ان هم هيتصلوا بيكي هيوافقوا؟ فهو طب ما وافقوش وخلاص انا ما رحتش، انا قاعده. طيب لا ان شاء الله يبقى في فرصه. طيب بالنسبه للمجالين في البكالوريوس او الماجستير كان في الهندسه الكيميائيه وتكرير البترول، وفي مجال الدكتوراه كان في مجال يعتبر البترول نفسه، استخلاص ثاني اكسيد الكربون وتحفيز انتاج البترول. فيعتبر مجالين يعني بالنسبه للكليه عندنا قسمين مختلفين. فهل امتى الطالب مثلا ممكن يعمل مثلا ماجستير في مجال وبعد كده يغير المجال في الدكتوراه، وهل ده كويس ولا عادي؟ احنا هو فليكسيبل جدا. اللي كنت الدكتور بتاعي اصلا لو انا رجعت للتاريخ بتاعه هو دارس ايه؟ هو دارس فيزيكس. تمام. فهو دارس فيزيكس وسافر عمل الدكتور. هو على فكره من اشهر الناس، يعني بتقول مارتن بلانت ده معروف جدا في مجال البترول، وحاجه كده استاذ البترول في يعني المعروف قوي استاذ البترول في العالم يعني. فهو اساسه كان فيزيكس، بس هو اشتغل في نفس الترند اللي بقولك عليه، ان انت لما تخلص الاندر جراديويت تروح تشتغل في شركه. اشتغل في شركه 3 سنين تقريبا، وبعد كده راح حضر الدكتوراه بتاعته في ستانفورد في امريكا، وبعد كده رجع اشتغل في امبريال كوليدج. فهو ده الطريق بوست دكتور بقى وكده. فده الطريق اللي هم تقريبا كلهم بيمشوا بيه بره. بس مش عارفه كده رديت على سؤالك ولا في اي؟ لا تمام كده. طب الفرق بين بيئه العمل في مصر وانجلترا كبحث علمي وكده، ايه اللي ممكن فيه الجابس او اوكي بصي الامكانيات ماشي، يعني هو ده الاساس، الامكانيات. فكره ان هما يعني في الجامعه بره بيعملوا شو عالي جدا ماشي، بس فكره توفر الامكانيات وان هي متاحه. يعني لما كنت عندي التجربه بتاعتي البامب نفسها الواحده، انا كنت بحتاج مضخات وحاجات كده، انا كنت بشتغل تجارب. فالحاجه الواحده، الكومبوننت الواحده، المكون الواحد من التجربه بتاعتي ممكن كان يوصل مثلا مثلا دلوقتي لو بسعر دلوقتي مثلا 700,000 جنيه. فاهم قصدي؟ وكنت مثلا ممكن كل شهر مثلا ابوظ لي حاجه كده انبوبه بتاع مثلا عامله لها في حدود 20,000 يعني. فاهم؟ لو انا على الصبح كده بوظ لي 20,000. فده متاح سهل هناك. فده متاح لان انا ببعثه في كود كده بنكتبه، وانا اللي بشتري اللي انا عاوزاه، وبس بقول للدكتور هو يعمل لي كونفيرم على الايميل وخلاص. الموضوع سهل، على عكس لما انت تيجي هنا وتعمل المعمل بتاعك اللي هو بقى اللي حصل يعني. في فكرة الامكانيات مش متاحة، وده يعني هو احنا مش هنضحك على نفسنا يعني. فهي فكرة عدم اتاحة الامكانيات. احنا هنا بنشتغل يعني، لما بنروح بره بنبدع صراحه يعني. المصريين لما بيبقوا بره في اماكن متاح لها المناخ الكويس الصحي ان هي تبدع، ان هي تطلع اللي عندها، وفي فلوس امكانيات يعني يشتري بيها يعمل حاجات الماستر والدكتور والبي اتش دي، بينطلقوا.
حضرتك ذكرت دور المشرف مم. على الباحث سواء في الماجستير او الدكتوراه، فهل دور المشرف بيبقى دور بارز جدا، ولا الطالب المفروض هو اللي يجتهد ويرجع للمشرف مجرد يعمل له كونفيرم في حاجات، تمام. ولا المشرف المفروض زي ما بنقول يبقى سند للطالب في حاجات كتيره؟ طيب خليني اقول لك لما انا كنت في انجلترا كان دور المشرف معايا ايه. تمام. ماشي كده. فدور المشرف اول ما جيت هو جايبني، خلي بالك ان انا رايحه بفلوس هو صارفها عليا. تمام. تمام. فند من عنده هو. الفند التمويل ان انا تمام. اجي واحضر الدكتوراه كان من فلوس هو جايبها. ماشي. الجامعه يعني هو مش هو كشخص، جامعه امبيريال كوليدج جايبها. وطبعا هو بيتحاسب عليها يعني ان هو سبونسرز وناس جايين بشركات بتدفع له فلوس. الغرض من الموضوع ان انا اقول لك ايه، ان هو هيكون اول واحد هو عاوز يطلع مني انتاج. تمام. انتاج ده يعني ايه؟ ابحاث. تمام. يطلع مني داتا، يطلع مني شغل. انا حرفيا اول سنه ما عملتش حاجه. انا قعدت قد ايه في الدكتوراه 3 سنين. تمام. انا اول سنه ما عملتش حاجه، انا كنت بطلع لنفسي شغل. ماشي. اول سنه في دراسه ماده تمهيديه وكده صح؟ مفيش. انا اقول له انا عايزه احضر دي، احضري اللي انت عاوزه هيعمله لك. تقول له انا عاوزه احضر الدوره التدريبيه دي، احضر. ماشي. انا عاوزه اعمل اعمل اللي انت عاوزه يعني. بس اللي انت تطلبه هو مش هيقولك. يعني هو مش مثلا بيقول لي يعني ممكن بس الحاجه اللي هو اعتقد اللغه بس هو اللي قال روح يعني. ده ادولنا اعتقد كمان كانت من الجامعه. انت اللي بتطلع لنفسك شغل. انا اطلع نفسي طريق ان انا همشي فيه. وحدد اصلا من اول نقطه البحث والحاجات دي كلها. العام هو قال ايه؟ CO2 storage، بس خزن ثاني اكسيد الكربون جوه الارض في استخدام الصخور الكربونيه والرمليه. في كل حاجه بعد كده مش الكربونيه، الحجريه والرمليه او الجيريه والرمليه. بس هو ده العام. طب انا هعمل ايه؟ طب انا هعمل كابيلاري ترابنج ولا هعمل ريليتيف بيراميدز؟ هعمل ايه؟ ايه؟ طب فهو كل اللي اخره ان هو طلب مني مثلا اعمل ريفيو لحاجه. وانا اجي كل يوم الصبح افتح الفيسبوك واخترع لنفسي حاجه وخلاص. انا كده لحد ما بدا واحده واحده خلاص بقى هو عودنا على الطريق. وغالبا هو تقريبا كان بيعود او كان بيعلمك الحاجه. ودخلت بقى بدات ان ايه، خلاص انا لقيت لنفسي، انا اللي لقيت لنفسي الحاجه اللي هشتغل فيها. لما باجي اشتغل لما في حاجه. وخلي بالك ان احنا كل اسبوع احنا بنعمل ميتنج. ومطالب عملت ايه في خلال الاسبوع؟ وخلال الاسبوع لخصت عملت اي حاجه بس ملهاش علاقه بتجارب فظيعه. تتدرب يعني. سمح لك مثلا اخر شهرين دول، كنا اخر شهرين في السنه ده ان انا اعمل مثلا تجارب باستخدام اللي هو يعني تخصصيا. مش عايزه برضه اقول تخصصات قوي. فحاسله الكول هولدر والحاجات دي فبيعلمك فيها. ماشي. المقصود ان دور المشرف هو مستني برضه منك انت اللي بتتحرك وانت اللي بتكون بالفكره وتقول كل حاجه. لان هو ما بيختارش اي حد. بالزبط. خلي بالك ان انت دخلت كومبيتيشن مع ناس كتير في العالم. لان هي خلاص انت بتفتح بقى، انت مش مصريين، لا انت بتفتح العالم كله. فالموضوع بيتعلن فالعالم كله بينافسك. تمام. فهو ما بيختارش غير اللي هو عارف انه ممكن هو في بوتنشال منه. بالظبط. وطريقتهم ان انا برميك وانت تقوم. يعني رساله بتوضحها حضرتك لطالب الماجستير او الدكتوراه ان انت سيد قرارك، انت المفروض انت بتتحرك والمشرف برضو انت بترجع له. ولا قاعد معايا مثلا قال لي البحث بيتكتب ازاي خالص. ماشي. بالعكس انا اول بحث انا حتى قلت ده خلاص ده الداتا دي كافيه ان انا اعمل بحث. قلت له انا هعمل بحث وعملت بحث. فهو يعمل ايه؟ يراجعهولي. لما مثلا في الميتنج ده طب انا هعمل كده. ماشي. طب ايه رايك بتعملي كده؟ فاهم قصدي؟ من بعيد طول ما هو شايفني ماشيه في طريق صح او مفيش حاجه بيسيبك. هو ستيل برضو بيوجه حاجات معينه. او انا مثلا الابحاث ده بيراجعها. طبعا هو بيراجعها وهو رهيب الصراحه يعني. هو تاني يوم يكون خلص او تالت يوم. فيعني هو فهو بيوجه. هو بيخلي لك الفاسيلتيز اللي انت محتاجها. لو انا عاوزه مثلا اتعلم حاجه هاي بريشر مثلا هيجيب لك تدريب. عاوز تروح المؤتمر ده هيوديك. هو بيقول لك خلاص انت مفتوح عمر اشتغل. انت عندك كل حاجه، اشتغل بقى. طلع يعني اللي عندك. ان انت بتشتغل وبتتحرك والمشرف برضو بيوجه وبيساند. بيوجه لكن هنا انا لو رجعنا بقى كالطالب، انا ممكن بقى نظر دكتور
والطالب مستني مني، لا فهو الطالب مستني مني ان انا اعمل له كل حاجه. ده مش صح طبعا. فاهم قصدي؟ ايوه. لا هو ما ينفعش، لا لازم ان انت تبدا من عندك خطوات عشان ابدا انا ادي لك خطوات، خطوه او خطوتين، واقول لك فاهم، اقول لك شويه وبعدين اقول لك تاني. لا فده بالظبط. الكونسبت ده مش موجود. اختاري لي نقطه بحث. كنا هنقول النقطه دي اللي هو لا هل الطالب اللي بيختار ولا المشرف؟ ايوه اختار لي نقطه بحث. هو انا ممكن اقول لك ايه الفريم العام، لكن النقطه التخصصيه اللي انت هتشتغل فيها انت اللي هتختارها مش انا. تمام. فاهم نقطه قصدي؟ مهمه جدا. ده اللي بره كده. تمام. طيب نيجي لنقطة بقى، بعد حضرتك رجعتي مصر بعد الدكتوراه من امبريال كوليدج، تمام. حضرتك اسستي المعمل الجرين كيمستري او الكيمياء الخضراء انهانسد اي ريكفري، نانسي ريكفري في الكلية، واسستي شابتر ايكي تمام. في الكلية برضو. فبرضو يعني ممكن نبذة سريعة عنهم، وهل دور الدكتور او كده أو في الجامعة هل مشرف بس او مقتصر بس على التدريس، ولا المفروض يشارك في أنشطة وكده؟ لا خالص، انا بص معاك، مشاركة الأنشطة دي لازم يعني. فانت عندك علم، العلم على فكرة مش بس العلم اللي انت اتعلمته اللي هو علم بيور اللي هو العلم الصافي بترول لا، العلم اللي انت خدته من خبرة حياتك. تمام. فساعات الطلبة بتبقى محتاجة دعم، حد يوجهها ويشجعها في الأنشطة اللي هي تعملها. يعني ساعات بيبقى عاوز يعمل نشاط بس مكسوف، خايف، حاسس ان هو ده حاجة غلط، مش لاقي حد يشجعه. فالمفروض ان انت دورك ان انت تشجعه، ده مقتنعة تماما بيه، ده حاجة دور مهم جدا في الحياة اصلا يعني. مش مقتصر الدور الدكتور على التدريس، المفروض لا يشارك في لا مش الأنشطة. بس التدريس، مش التدريس ده اه حاجة مهمة يعني، حاجة المفروض ان انت حتى كمان لما تيجي تدرس بطرق يعني افضل وتوصل المعلومة احسن والحاجات يعني. ده ماشي جانب، لكن جانب تاني الانشطة، يعني ان انا اعرفك ان في عالم تاني موجود. يعني ساعة ما دخلنا في 2013 لما عملنا ايكي، كانتش مشهورة عندنا في الكلية موضوع الأنشطة الطلابية، وحتى مش في الكلية بس في الجامعات التانية. فكرة الأنشطة الطلابية وكده، لا بس دي حاجة مهمة. لما كنت في انجلترا، لا كنت بلاقيها بتفرق. انا كشخص فرقت معايا، كنت بنزل تطوع في مدارس مثلا. فاهم قصدي؟ طب ما يعني عندنا هنا ممكن بيشوفها لا انت بتشغل بالك بحاجات تانية ما لهاش لازمه. لا بس الفكره في ايه، ان انت ما تشغلهاش لدرجه ان هي تاخدك عن حاجه يعني. لسه انا بهدرس، لسه بدخل في الترقيه بتاعتي، لسه بشوف حياتي ابحاثي، لكن في نفس الوقت وكل وقته كان اول في 2013 كنت داخله معاكم قوي يعني. كنت بحضر معاكم الاجتماعات على طول، كنت بدخل بايدي بشارك معاكم حاجه كده، لحد ما اللي لقيت ايه، انتوا عارفين الطريق بقى دخولي بالطريقه اللي انا داخله قوي في الموضوع ده، ما بقاش مجرد منتور بس. صح يعني بالظبط. فالافضل ان انت تاخد خطوه لورا وتبص عليه، ولو هم محتاجين جايد تعمل لهم الجايد، محتاجين مثلا زقه في الحته دي هتزقهم بس يبقوا عارفين ان انت موجود، انت بتساعدهم على قد ما تقدر. تمام. طب بالنسبه للدكاتره برضو، ايه مشكله الدكاتره اللي ممكن ما بيأديش دوره طول السنه او ما بيشرحش كويس وبيجيب امتحان للطلبه صعب جدا؟ يعني هل ده بيبقى عند الدكتور كده بيبقى زهو كده ان انا جبت للطلبه امتحان صعب او ما حدش حل الامتحان؟ انا ما اعتقدش ان في حد يعني انا يعني اللي انا بشوفه دلوقتي ان فيش حد عندنا في الكليه بيجيب امتحان صعب. انا بتكلم في الجامعات عموما يعني في الدكتور، يعني ممكن في دكتور بيجيب امتحان صعب والطلبه فعلا ما بتحلش، فهو بيفتخر ان انا الطلبه ما حلتش. بص ما شفتهاش. والمفروض ان بيبقى فيه معايير والجامعه هي بتحكمها يعني. المفروض ان الامتحان كده مش بيتحط، لا المفروض تقول ان انت الامتحان وفقا للجوده، يعني انت واخد امتحان جايبه من الحته دي وجايبه، والديفيكالتيز بيبقى لو احنا هنقول ان هي ماشيين، واحنا بنتكلم على الجامعات عموما، فانا ماشيه بجوده، والمفروض ان يبقى فيه مراقبه يعني. مش الموضوع مش مفتوح كده. وبعدين كمان شكوى الطلاب بتسمع لها يعني. لو انت كطالب حسيت ان الموضوع بيبقى في تعنت او كده، في تعنت من الدكتور، لا بتروح لوكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب، ده لو كليه، او بتروح لنائب رئيس الجامعه عشان التعليم والطلاب، بس ده ليفل اعلى يعني. بيتسمع للشكوى، بيسمعها، وحتى على الاقل حتى بيسال يعني. هتلاقيه بيسال العميد، فالعميد هيروح مسائل الدكتور، فتلاقي الدنيا بتتحكم. طيب
طيب بالنسبة للتعليم الجامعي عموما، يعني رأي حضرتك في مستوى الطلبة حاليا مقارنة بالأجيال اللي قبل كده؟ هل الكيرف زي ما بنقول كده أو المنحنى في انحدار في تمام. مستوى التعليم عند الطلبة ولا؟ مش مستوى التعليم اللي هو اللي في لا، هو ما اقدرش اقول ان هو الكيرف العام بينحدر، بس هو الفكره ان ايه، بقى استسهال عالي شويه. اه يعني ان هو ايه، انت يعني في حد مثلا كان مثلا عشان يحقق اللي هو عاوزه كان يمشي 10 كيلو. اه دلوقتي طب وانا امشي ليه 10 كيلو؟ ما انا عايزه امشي كيلو وان شاء الله في يوم من الايام هاجيلها يعني. مم. انا هقعد عايز الملخص. والبوزيشن هيجيلي، فاهم قصدي؟ لا انا صح. مش هتعب. طب انا هنزل ليه اشتغل وانا والبوزيشن ده مثلا هاخد فيه 2000 3000 جنيه؟ طب ما انت 2000 3000 عارفه ان هي قليله، بس اهو انت خدت خبره في مجرد وجودك يعني انت خدت خبره بقيت في السوق، فهتعرف تشتغل اللي بعد كده. لكن لو انا قاعد في البيت انا ما خدتش خبره، فانا العداد ما بيعدش، عداد الخبره بتاعي ما بيعدش. فهو دي الفكره، ان هو ايه، ما فيش استسهال مم. استسهال طب يعني. ممكن الطلبة تعمل كده عشان بتحس إن في فجوة بين سوق العمل والدراسة، فممكن إيه سبب الفجوة دي أصلا؟ يعني ممكن آه يلاقي سوق العمل يعني سوق العمل بعيد عن الدراسة، فيقول أنا هتعلم سوق طيب، العمل فبأثر في هو الدراسة فكره ان انا ان الدراسه بعيده عن سوق العمل. المفروض اللي بيملاها الطالب، مش اللي بيملاها مم. يعني. ماشي، الدكتور تمام. بينقل، وعشان كده كنت بره بيبقى الدكتور اشتغل 2 أو 3 في الشركة وبعدين يروح يدخل في الكارير تدريس بتاع وكده. التدريس وكده. ففكرة ان هو آه، سوق العمل الطالب مش ما فيش قوي كنت لينك ما بين ده. ممكن تتملي بالطالب. الطالب ازاي هتتملي؟ ازاي؟ بالأنشطة الطلابية. فاهم تمام. قصدي؟ يعني احنا بنعملها بالأنشطة الطلابية، ان مثلا بجيب مهندسين من شركات سيشن او يدوك محاضرات. استشارات محاضرات اللي بيحصل في الشركات. اه فدي شايفاها ايه، حتى لو الستايل بتاع التعيين مثلا، او ما بيسمحش للدكتور ان هو يروح يشتغل مثلا في شركة 2 أو 3 ويرجع يشتغل في جامعة، ما بيبقاش دي متاحة قوي عندنا. بس في دكاتره بيبقى ليها كونتاكت مع الصناعه، اه يعني مش لازم حتى كمان ان انا انزل ان انا اكون متعينه في الشركه عشان ابقى عارفه الحاجات اللي بتتم في الصناعه. احنا بنروح زيارات، بنروح تدريبات، بنروح كده. فدي باخد السنس بتاع عشان انقل الخبرة الصناعه دي للطلبة. للطلبه. ففي دكاتره بتنقلها وفي دكاتره ما بتنقلهاش. طب بس معنى كده ان انا لو انا ما لقيتهاش كطالب خلاص كده ده عقدتني يعني؟ لا. اسعى انا. وهتسعى لان ده الستايل ده يعني ايه، ده النظام اللي موجود. طب طالما مم. ده النظام اللي موجود يبقى انا بعمل ايه؟ لا، ما هو النظام نفسه اللي موجود متاح ليك أنشطة طلابية وبتسهلها ولما أقول أنا هنزل تدريب للشركة دي هتلاقيها بيقول لك ماشي انزل. هعمل سيشن ده، بتلاقيها بتعمل في حاجات كتير أونلاين. فنفس اللي انت بتاخده هو نفس اللي التاني بياخده بره. فكرة ان مفيش ربط ما بين سوق العمل. عاوز ايه؟ عمري ما هاخد اعلمك ان اللي بيحصل في الشركة بالتكنيكال اللي بيحصل، لان هو بيبقى فيه تدريبات في الشركات، وده مم. اللي بيتعمل السمر تريننج مثلا. السمر تريننج ايه هدفه؟ ان انت تعمل لك لينك مع الشركات وتنزل تتدرب في الشركات. ده زي بره. انا مش شايفه مم. ان هو في فروقات. لو هتلاقي هنا ما حدش بيربط ما بين الصناعه مثلا 60-70%، هتلاقي مثلا بره ايه مثلا 50% مثلا ما بيربطش. فاهم تمام. قصدي؟ وكده يعني السؤال اللي كنا هنقوله حتى بعد كده، هل الطالب عليه الاكتفاء بالشهادات الجامعية بس او المقررات الجامعية بس؟ لا طبعا، هو المفروض ان هو يدور ويشوف حاجات اضافيه، شهادات اضافيه. كسوفت سكيلز او حاجات تكنيكال كله ده كده سوفت كده سكيلز دلوقتي اهم من التكنيكال. من دي التكنيكال. نقطة مهمة. يعني ايه الفرق ما بينك وما بين مثلا ايه خريج جامعه خاصه مم. حكومه وخاص؟ ان الجامعه الخاصه بتهتم اكتر يعني طبعا مش كل الجامعات الخاصه، بس يعني الجامعات الأنشطة. الخاصه اللي هو ايه لما بيقولك من 3 حروف يعني اه بتهتم بالسوفت سكيلز بتاعت الطالب. ازاي ان انا اعرف اعبر عن اللي جوايا، تمام، اعبر عن السكيلز بتاعتي، اوصلها. احنا بيبقى عندنا اللي هو مهارات كتابة. دلوقتي مذاكرة. بيبقى يعني انا عشان برضو احقاقا للحق، دلوقتي بقى الاقي طلبة من حكومة مهتمين بالموضوع. يعني ده الجامعات كويس. الحكومية مهتمين، خصوصا اللي بيشاركوا في أنشطة طلابية. ده نقطة مهمة اللي هو ما يكتفيش فهي يعني لو انا بالشهادات الجامعية. هقول الشهاده دي مهمه، وان انت تدور على مش لازم حتى شهاده. يعني انا مم. يعني فكره ان احنا عندنا مرتبط بشهاده، ان انا هاخد شهاده، ان انا بدخل اتدرب عشان انت هتديني شهاده ولا لا. هو مش الفكره شهاده، ما هو الشهاده اللي انت بتتدربه ده لو ما كانش هيتعكس على شخصيتك فالشهاده ملهاش لازمه.
بالظبط. فلازم يغير حاجة جواك، يعني لو انت فعلا خدته صح فهو هيغير حاجة جواك، هو دي بقى اللي هتفيدك في فرصة العمل اللي بعد كده، مش الشهادة. تمام. طيب ممكن موقف مميز في الحياة التعليمية عموما حضرتك صعب تنسيه، والحاجة اللي صعب تنسيها يعني؟ بص، اللي هو لما بتحس ان الطلبة عندك بيقدروا اللي انت بتعمله. تمام. يعني حاسين اللي انت بتعمله ده فعلا هيقولك شكرا. في طلبة بتقولي شكرا فعلا. عارف ساعات ببقى فرحانة لما طالب يخلص ويتصل بيا يحكي لي هو عمل ايه في حياته. فاهم قصدي؟ اولا لان هو ده حاجه بتفرحني، ان هو بيعمل ايه، ان هو بيجي مثلا يستشيرني يسالني على حاجه. تاني حاجه انا بنقل خبرته للي بعده. تمام. فاهم قصدي؟ طب نيجي نقطه البحث العلمي تاني. تمام. الطالب بعد ما بيتخرج وخد بكالوريوس، ممكن في طلبه على طول مجرد خد بكالوريوس بيسجل ماجستير. تمام. امتى الطالب يسجل ماجستير؟ وهل صح ان هو على طول بعد ما يخلص بكالوريوس يسجل ماجستير، ولا يركز على سوق العمل؟ وحتى الماجستير لو وصل مثلا لسن كبيره يبقى يحضر، هل ايه الافضل بعد ما يتخرج على طول يسجل، ولا يستنى سوق العمل الاول؟ هو بس يسال نفسه سؤال، انا بسجل ماجستير ليه؟ تمام. ماشي. هل الماجستير ده بسجله عشان انا حابب العلم؟ خلاص انا هسجله. فاهم قصدي؟ لكن لو انا بسجله عشان انا شايف ان هو هيساعدني ان انا مثلا الاقي شغل، فده مش في السوق الحالي ده مش ده اللي هيساعدك. تمام. فالافضل لو انت الاولويه بتاعتك، اولويتك ايه؟ لو انت اولويتك ان انا الاقي شغل، فالافضل انت تدور على شغل وتركز في التدوير على شغل. لو انت عاوز يعني ايه اللي هو ايه، انا مش لاقي شغل فانا عاوز حاجه، مش هو مش السبب بيمشيش كده، يعني ما بيمشيش ان انا ايه، انا اسلي نفسي معايا نفسي. شهاده ماجستير. يعني مثلا في الشغل انت ساعات بتحس ان عشان يبقى فيه ترقيه، عشان تبقى مميز، عشان دي خطوه اللي انت تخليك تاخد دكتوراه whatever بقى اللي انت عاوزه بعد كده. ممكن يكون افضليه مثلا ليك ان انت بتاخد الدكتوراه مثلا، ان انت بس دي في بوزيشنز عاليه قوي، مش الليفل بتاع اللي هو ايه رئيس قسم لا، مش ليفل بوزيشن بقى عاليه، ممكن تفرق. لكن حاليا هنا هتفرق في ايه؟ يعني يسأل نفسه انا هعمله ليه، لازم هتقدم ساعات هقول لك حاجه، ساعات في ناس بتاخد الدكتوراه عشان عايزه تجمع في جامعه، عايزه تدرس في جامعه خاصه. تمام. يعني مثلا انا مهندس وشغال في شركه، فعندي خلاص بقى عندي التولز بتاعت الايه الفنيه. فاعمل ايه؟ احضر ماجستير ودكتوراه. فانا بعمل ايه؟ باخد الجزء الاكاديميك، فسكه الدكتوراه فهتسمح لك ان انت تروح تدرس في جامعه. فلو انت عندك شغف بالتدريس ده سكه طريق. تمام. طب نصيحتك طلبه سريعه ازاي يلاقي نقطه في المجال يسجل فيها في مجال الماجستير والدكتوراه؟ بتدور على بتشوف في المجمل كده مربع كبير كده على الموضوع اللي انت عاوز تسجل فيه، ايا كان بقى، مثلا CO2 capturing مثلا، ايا كان انتاج ميثانول، انتاج الطريق. وبعد كده تدخل بقى تدور على النقطه بتاعتك دي، وتشوف غيرك عمل ايه. وانت بتقرا هتلاقي فيه حاجات ناقصه، مش كامله، مش واضحه. هي المفروض ده اللي يبقى الشغل بتاعك ده في المجمل. يعني طبعا الحاجات دي بيبقى فيها فيديوهات كتير وحاجات كده. طب ازاي الطالب برضو كاختصارا ينشر بحث في مجله مميزه؟ حضرتك نشرت في مجلات عالميه، اختصارا برضو سريع. طيب ان انا انشر بحث في مجله معينه، اولا لازم يبقى الشغل بتاعي يستحق النشر في مجله معينه، ما يكونش عندي اقتباس عادي واخد الشغل بتاعي من مكان، يعني من مجلات تانية، ومش عامل اي اضافة وهقول هيتنشر في مجلة كبيرة. لا، فلازم يكون شغل جديد، ما بذلت عليه مجهود وعرفت اكتبه كويس، لان الكتابة بتفرق، والشغل نفسه المجهود اللي انا بذلته في شغل. بس مش لما ابذل مجهود في شغل مش معنى كده انا ممكن ابذل مجهود لحاجة حد غيري عملها قبلي. تمام. فاهم؟ يعني لا، انا ببذل مجهود على حاجة محدش قبلي عملها. او حاجه ناقصه في الليتريتشر، انا بسميها لو تخصص يعني ليتريتشر جاب. فلو انا اشتغلت بده وعرفت امشي في المشكله صح واغطيها، الشغل ان شاء الله بيتقبل. وطبعا عندي الصبر، ان الموضوع بياخد وقت. يعني مثلا احنا ممكن في مجله الفيول دي مثلا خدت 7 شهور تقريبا. 7 شهور من ساعه ما عملنا سبمشن للمجله،
مش هقول لك قبلها، يعني احنا قبلها كده بنقعد شهرين بنترفض يعني. تمام. اوكي. طيب نيجي لموضوع اخير يعني عشان نختم موضوع التربية. ازاي حضرتك بقى بيبقى فيه موازنة بين جوانب الحياة عموما، بين الشغل وكده وبين تمام. البيت؟ بص، مش هقولك بقى ان هي ايه، ان الدنيا كل حاجة بيرفكت ايدل. وكده، يعني هو من غير الصراحة، يعني كل الطريق اللي انا مشيته ده من غير سبورت بتاع زوجي هيثم يعني ما كنتش عرفت اعمل حاجة، وهو الراجل متحمل الصراحة. لازم يكون في دعم اكيد في البيت. فلازم لازم يبقى فيه سبورت، داعم، فاهم هو انت بتعمل كده ليه. فمن غير الدعم ده ما كانش حتى اولاد ساعات بيبقى فرحانين مثلا باللي انت بتعمله. طب هل كده حضرتك بتجبريهم على مجال معين ولا بيبقى لهم خالص، حرية ما انا قلت الاختيار؟ لك لا خالص، انا ما بجبرهم، انا عايز اجبرهم ان هم يذاكروا. اه. وحتى كمان ما بجبرهمش زي ما انا كنت بتجبر ان انا اذاكر، لا، لان دلوقتي كان زمان مثلا المذاكره دي اهم حاجه، انت تبقى شاطر ومش عارفه ايه اهم حاجه. لكن دلوقتي زي ما قلنا ايه، ان يبقى فكره السوفت سكيلز دي تبقى عندك، ان تبقى محقق شويه اللي انت عاوزه، مش مجبور عليه، عشان ما تبقاش ما تتعثرش. دي حاجه بقت دلوقتي مهمه. بالظبط. حضرتك بتحاول تزرع فيهم ده اصلا من دلوقتي. تمام. يعني طيب احنا يعني في الختام كده في اسئله متفرقه كده، تمام. وبرضو لو في حد عنده اسئله ممكن يسيبها في الكومنت ونسالها لحضرتك يعني ان شاء الله طيب، بعد كده. قول. فمنها طلبه التعليم الفني والمعاهد، هل حضرتك بترشحي لهم ان هم يكملوا في سوق العمل على طول، ولا يدخل ياخد كليه وبعد كده تمام، يروح سوق العمل؟ على حسب هو عاوز يبقى ايه. تمام. تمام، يعني على حسب مثلا هو عاوز يبقى ده التخصص بتاعه هندسة عشان هو حابب هندسة، يبقى هو يدخل كلية. التعليم الفني دلوقتي فيه سكك تانية للتعليم الفني، زي مثلا الجامعات التكنولوجية. فلو هو عايز يدخل جامعة فأسهل له ان هي الجامعة التكنولوجية، وبما ان فيه اهتمام بيها، فلو انا خدت التعليم الفني وساعات بيبقى فكرة ان انا ادخل الكلية بيبقى تقيلة عليا، يعني بكل المناهج، فبتعثر، فما ادخلش حاجة وحارب فيها وانا هتعثر. انا هقيس السكيلز بتاعتي، المهارات بتاعتي، ولقيت المهارات دي انا قادر، مش بقاوح، مش بخبط دماغي في حيطة، لا، انا قادر ان انا امشي في السكة دي، لان انا حابب السكة دي. تمام. ما كنتش حاببها، عندك الجامعات التكنولوجية. تمام. فده ده. طب هل اختيار الكليات بالنسبه للبنات، الكليات زي الهندسه او طب، افضل لو الكليات الهندسيه، ولا في مجالات تانية افضل ليهم؟ وهل بترول برضو تبقى صعبه عليهم ولا عادي؟ هو البنت مش ناقصه عقل عشان تبقى صعبة عليها عشان الدراسة. تمام. فهي مش فبتكلم فكرة حتى ان هو ممكن صعب عليهم ممكن هم الدراسة. بالظبط ممكن بيصعبوا بعد كده حتى في سوق العمل يعني ممكن. ماشي، ما انا بقولك يعني هو ده اللي هو فكرة ان هي صعبة عشان هي بترول صعبة، فالبنت مش لا، هو مش الفكرة خالص، ان هي بالعكس، احنا اما بندوس في أي بندخل حاجة. بنركز بنطلع الاوائل. لا، هي الفكرة بس في مجال الشغل يعني. فلو هو في مجال الشغل بعد كده، فهو في الهندسة في العموم مجال الشغل شوية ايه يعني تقيل على البنات. طب ما فيش برضه في صعوبات في الغربة بالنسبة لهم، بالنسبة معظمهم برضه مغتربات فاهم؟ ما فيش مشكلة، على حسب ما هي قادرة يعني. في بنات تقدر ان هي تعيش بعيدة عن اهلها وحاجة مش مضايقاها وكده، خلاص تمام، طالما حاجة هتحقق يعني هي شايفة ان دي حاجة كويسة ليها. بس هو بقولك الاهم مجال الشغل. فهي هندسة في العموم بالنسبة للبنات تقيلة شوية في شغلها على البنات يعني. طب هل في بكل تخصصاتها ازاي يلاقوا فرصة عمل في شركة كويسة بعد كده؟ كونكشنز كبيره، مش قصدي ما اقصدش وسايط. تمام. كونكشن هي نتوركينج، ان احنا بتشتغل، مش ده شفته البنات، وحتى انا كنت بقول لهم انتوا هتشتغلوا يعني. يكونوا هم طالبه، قلت يعني كان في واحده من البنات قلت لها بصي انت اول واحده هتتخرجي هتشتغلي. اشتغلوا فعلا، وهذا حقيقي. هي اشتغلت وبتختار الشركه دي ولا الشركه دي، طب اخد دي ولا دي. فهي فكره ايه، ان هي هروح الشركه دي وهتدرب في الشركه دي، والشركه دي ما رحتهاش، وتسال ده وتاخد تليفون ده وتعمل فاهم، ودول بيشتغل على طول. طب رساله سريعه عن معمل اللي حضرتك اسستيه، الجرين كيمستري او الكيمياء الخضراء، ممكن الطلبه تستفيد منه ازاي؟ enhanced air recovery. enhanced air recovery lab. هو المعمل ده للطلاب البوست جراديويت، عشان هو اكتر الاندر جراديويت بيبقوا ده معمل هاي بريشر لطلاب الماجستير. فهو اكتر لطلاب الماجستير. الاندر جراديويت بيبقى صعب ان هو يدخل، لان طبيعه المعمل ضغط عالي. تمام يعني. فالسيفتي وايز والشغل محتاج يعني تفرغ ودراسه وحاجات زي كده.
ففي سيفتي وايز صعب عليه مش فاهم. الاندر جراديويت لا يعني. والتجارب حتى جربتها مع الاندر جراديويت ما كانتش افضل حاجه. ممكن مش افضل حاجه ما عرفوش يعملوا كوميتمنت للموضوع. تمام. تمام. طب عايزين رساله سريعه للطلبه اللي في الثانويه العامه وقبل دخول الكليه. ذاكر. بس كده. هو ذاكر. انت طالب مطلوب منك ذاكر. اعرف انت عاوز ايه. لو عرفت لو قدرت يعني فاهم. ساعات بيبقى ضغط عليهم ان انا اعرف ان انا عاوز ايه وكمان عندي مقاومه اهلي وكده. فانت كمهمتي وظيفتي كطالب ايه ان انا ذاكر. طب لو انا عاوز حاجه بلس شويه ان انا اعرف اللي جوايا انا عاوز ابقى ايه. لو عرفت انا عاوز ابقى ايه يعني في المجمل في العموم انا هندسه انا طب انا عاوز لا مجال تانية ترجمه مجال تانية بيزنس مثلا او كده. اعرف انا عاوز ايه. مش حسب الترند وخلاص بس حسب المجال او شغفي انا عايز ايه اصلا عشان اعرف امشي فيه بالزبط. يعني هو انا مشيت مثلا هو حد في ممكن البدايه تقابلني في حد ممكن يمشي هنا وهنا يعني في ناس كده. لكن لو انا شخص قدراتي مثلا ما بحبش البيولوجي ما اروحش اقول انا هدخل طب مش هتنفع يعني هتتكعبل وهتتعقد لا كان اعرف ان انا بحب البيولوجي يبقى هدخل طب وصيدله على حسب بقى مجموعي. لو انا بحب الماس يبقى انا هدخل هندسه. ما اجيش اقول انا ما بحبش الماس وادخل هندسه عشان احقق رغبه القلب. لان هي الموضوع اللي شفته بالحالات اللي انا شفتها لا بيتعقدوا. من واقع خبرة حضرتك ايه الرسالة اللي بتوجهها للطلبة عموما او حتى الخريجين في العالم المتسارع اللي احنا فيه ده؟ اشتغل على نفسك. طور نفسك. لان انت ازاي تخلي نفسك قادر ان تبقى مميز في السوق ده. حتى في ذكاء اصطناعي ممكن يحل محل. فالمفروض هو يطور نفسه مش شرط في مجاله بس. صعب ان هو حالا الذكاء الاصطناعي يحل مكان الشخص نفسه. بس هو ما يبقاش جامد يعني هو يطور نفسه. تتعلم يعني انا في مثلا في الاي اي ده تتعلم يعني تشوف ايه الاي اي ايه في المجال. ان انت لو في حاجه جديده لو حتى لو ترند ما تروح ما تعرف الترند ده بيبقى عباره عن ايه. فتعلم اشتغل على نفسك طور من نفسك طور من مهاراتك. لان هي دي اللي هتفرق حد عن ازاي يبقى مميز. انا مميز مثلا في الجزء اشتغل عليه ازيد. يعني فاهم قصدي يعني الفكره في ان انت تشوف يطور نفسه عموما في المجالات التانية مش شرط المجال اللي هو فيه بالظبط يعني. لان الحاجات دي حتى هتخدم على المجال اللي هو شغال فيه يعني يطور نفسه يعني. قبل ما نختم كده في رسالة سند جيل بيسلم جيل. فممكن حضرتك تقول لنا على حضرتك ممكن شايفاه مين بعد كده يعني في كتير من شخصية دكتور رحاب حضرتك تتمنى ان هو يكمل نفس الطريق سواء طالب او طالبة تمام ويمشي على نفس طريق حضرتك او يبقى افضل كمان سواء طالب او طالبة. طيب خلي بس هقول حاجة ان مفيش حد بيبقى شخصية حد بالظبط. تمام كده. لا انت لو انت بقيت شخصية حد بالظبط انت بقيتش نفسك بالظبط مش هتعرف تحقق حاجة اصلا. تمام فده اول حاجة. لكن لو احنا هنقول بقى ملامح بس مش من شخصيتي وانا قدها يعني وانا قد الطلاب دول لا طبعا انا قد الطلاب دول. انا كنت بقول ايه انا كنت انطوائيه تماما يعني انا شخصيه مختلفه بتتعامل معاها. فلو انا قلت دلوقتي في بالخبرات بقى اللي انا فهي كان من طالبه كانت خريجه اعتقد 2022 او 2023 هي اسمها ميرفت. طيب لو بتشوفنا بقى هتشوفنا في الاخر اكيد يعني فدي من ضمن يعني هو من ضمن الطلاب. طبعا في كذا في طلاب اكيد كتير في زي ما حضرتك قلتي اكيد صعب ان يبقى شخصيات نفس الشخصيه او يعني بالزبط. ما تبقاش اي حد غير نفسك يعني يعني هو بس عنده اللي هو ايه الدافع اللي جواه عاوز يعمل حاجه عاوز بنفسه عاوز يحسن عاوز يعمل كده. فهي فيها الموضوع ده شويه. انا في النهايه يعني انا شكرا لحضرتك جدا. انا شخصيا استفدت جدا من اللقاء وحضرتك يعني كنت سند ليا في اوقات كتير حتى فتره الكليه وفتره حتى تنظيم الوقت والكتاب الحمد لله اللي ربنا كرمني بيه. فانا على المستوى الشخصي شاكر لحضرتك جدا واكيد شاكر برضو الجمهور على استماعهم للفيديو للنهايه. واتمنى كله استفادوا من حضرتك. ولو في اي اسئله زي ما قلنا ممكن نكتبوها في الكومنتات وممكن يبقى في بودكاست تاني مع حضرتك او تجاوب على الاسئله. هم اكيد زهقوا كفايه والله. انا شكرا اصلا انا شكرا جدا على الفرصه ان انت اديتني فرصه ان انا اطلع واقول
واوجع دماغ الناس بالحاجات اللي انا قلتها دي. ويا رب يعني يوفق كل الطلبه، وان شاء الله ان شاء الله كل واحد يحقق اللي هو عاوزه. تمام. ومفيش مشكله ان انت تغلط، عشان بس يعني تلاقي الطريق اللي انت مشيته ده طريق غلط، فتجرب طريق تاني. جرب واغلط. انا لحد دلوقتي بجرب وبغلط عادي. ما يعني ايه، ما تثقلش على نفسك ان انا لا غلطت، لا انا هغلط، انا مش هعمل كده احسن اغلط. عادي اغلط، يعني اتعلم واغلط وتدرب وصحح من حياتك. مشكله فاهم. واستعين بسند. استعين بسند. في النهاية شكرا لكم على الاستماع لنهاية الفيديو. أتمنى يكون الفيديو قدرتوا تستفادوا منه. وفي النهاية بنقول إن العطاء هو جوهر الحياة، والعطاء بس مش بيكون فلوس، إنها بيكون حتى لو خبرة أو معلومة عندك. المعلومة ديت ممكن فعلا كفيلة إن هي تغير حياة شخص، فاوعى تبخل إنك تكون سند لغيرك. شكرا لكم ونلقاكم على خير في بودكاست جديد من سند مع شخصية جديدة. سلام.